السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير، إني أحبكم في الله. النهاردة حلقة جميلة جدا، هنتكلم على العلامات اللي تدل إن أنت ماشي كيتو صح، وإن أنت كيتوتيز صح، وإن أنت بتخسر الوزن صح. الحلقة دي يعني هفصل فيها تقريبا خبرة 6 سنين وحاجات يمكن أول مرة تسمعوها. اول حاجه، انت بدات كيتو معايا، مع اي حد تاني. بدات كيتو وربنا وفقك، قطعت السكر، قطعت العيش، قطعت المكرونه، قطعت الفاكهه، خلاص سبت الاربعه دول، وكلت بملح صحي وبعدت عن الزيت المصنع. طيب حلو، عايز تتاكد ان انت كيتو؟ ممكن تقعد شهر مع دكتور ومتخصص وعلامات الكيتو ما تبانش وانت ما دخلتش كيتوتيز، وتخس 2 كيلو، 2 ونص، ما تخسش تزيد، لان انت ما دخلتش كيتو. ازاي اعرف ان انا دخلت الكيتو؟ اول علامة من علامات دخول الكيتو ظهور الكيتونات. طب الكيتونات دي هتطلع ازاي؟ عندك حل من حلين: لا اما تجيب الاستريبس الشرايط وتجربها في البول عزك الله، او لو انت في دولة اوروبية الحاجات دي عندك يعني متوفرة، هتجيب حاجة بتقيس الكيتونات في الدم او في النفس. طيب من غير الحاجات دي، انا بقى بتاع الناس انا كيتو الناس الغلابه، الحاجات دي مش عندي. عايز تاكد ان انا كيتو؟ عد معايا. اول حاجه، تخش الحمام كتير، تخش 5 6 مرات الحمام، 7 8 9 10. ما تقلقش، ما انت ده بعيد عن السكر اصلا، ما تقلقش. بس دي كيتونات. الدهون بتتحرق في الجسم عن طريق 3 طرق: اول حاجه في النفس، وفي البول عزك الله، وفي ثاني اكسيد الكربون النفس، او البول، او العرق. فانت لو دخلت الحمام كتير يبقى انت كيتو. طب لو انت بتعرش كتير انت كيتو، بتشرب كتير انت كيتو، بطنك خفت شوية انت كيتو، عندك شعور بالانتعاش والفرحة والسرور انت كيتو، الاكتئاب مشي انت كيتو. خد دي كلها علامات. طيب بقيت بتشبع بسرعة. انا عندي واحد من اصدقائي المتابعين يعني دخل معايا بيقول لي انا باكل انا بيصور لي الاكل ووزنه، انا هخسس ده ازاي؟ مجرد ان هو دخل كيتو وحول النشويات لدهون وطاقة، خلاص بقى اكله صغير، بقى بيشبع من بيضتين 3 اللي كان بياكل 7 بيضات. بس كان بياكل 7 بيضات بالعيش، فالعيش بيجوع. فانت لو انت بتشعر بالشبع يبقى انت كيتو، خلاص. دي علامات الكيتو. في علامات تانية تحصل لك، دي اسمها الكيتو فلو، هتحصل لك. لما تحصل لك العلامات دي يبقى انت دخلت كيتو. وده مش عيب، بل ده ميزة. وهقول لك على كل العلامات وتتعالج ازاي. اول حاجة الكيتو رش، يعني ممكن يحصل لك كيتو رش، يعني حبوب كده صغيرة على جسمك في وشك كده، خلاص. دي نتيجة ان انت زودت الدهون وقللت الكارب. فعلاجها ايه؟ تاخد مية بليمون وتغسل وشك بمية وملح وتزود الكارب شوية، تمشي في يومين، خلاص. تاني حاجة، ممكن يجيلك امساك او ممكن يجيلك اسهال. لو انت كيتو صح وزودت الدهون لازم يجيلك اسهال. طيب علاجه ايه؟ نقلل الدهون. او ممكن يجيلك امساك، وخصوصا لو بدأت بكارنيفور. انا اي حد بيكلمني من اي دولة بحب ابدأ معاه كارنيفور. ليه؟ يخس في اسبوع 5 او 6 او 4 كيلو، فيبقى حلو جدا. لو بدأت كارنيفور هيجيلك امساك. طيب عايز تمشي الامساك ده، هتاخد دهون كويسه، هتاخد زيت زيتون، هتاخد بذور كتان على كوبايه ميه. يعني انا عامل حلقه عن الامساك، خلاص عامل حلقه لوحديها 8 دقايق عن الامساك. طيب يبقى اول حاجه الدهون زادت، الدهون قلت، امساك اسهال عالجته. طيب عندك ريحه فم وحشه وده لازم يحصل لك،
هقول لك الحل ايه. الحل تاكل خضار وتاخد خميره غذائيه او خميره عاديه، وتشرب ميه كتير وتقلل بروتين. يبقى اول حاجه ممكن يجي لك كيتو رش، بقك وحش، امساك، اسهال. العرض اللي جاي بقى ده مزعج، ممكن يجي لك سرعه في نبضات القلب. الكيتو انت بتغير السيستم بتاع الجسم. فانت كنت طول عمرك ماشي على كربوهيدرات، قطعت الكربوهيدرات، بتمشي على ايه؟ بتمشي على البيور انرجي، يعني الطاقة النظيفة، يعني حتة الدهن، حتة اللحمة، الخضار، طاقة نظيفة. طيب فممكن يحصل لك اضطراب في النبض. طب علاجه ايه؟ خد مية بليمون، خد مية بليمون، وحاول تتمشى وقلل الدهون شوية، وخد خل تفاح، خل تفاح على كوبايه ميه. ان شاء الله اضطراب النبض ده هيمشي خلاص. في عرض تاني بيحصل للناس بس بعد ما بتخش كيتو شهرين 3. اول حاجه الشعر الجميل ده بيقع، ما تخافش. الشعر لو وقع ان شاء الله هرجعه لك على طول. استخدم زيت بذور الكتان. كتان حبة، لا بذور كتان. بذور كتان ممكن، زيت بذور كتان اللي هو الزيت الحار ممكن. بس لو شعرك بيقع كتير استخدم حاجة سحرية ليها. ايه هي؟ زيت حبة البركة. انا جربت زيت حبة البركة ده عليا وعلى الاف المتابعين. من اكتر الحاجات اللي بتنمي الشعر زيت حبة البركة. لو شعرك بيقع خد زيت حبة البركة، زود بروتين، خد زيت لوز. حاول تبعد عن الشاي والقهوة العصبية بتوقع الشعر خلاص، وانت هتبقى زي الفل. طيب في ايه تاني ممكن من علامات الكيتو ما قلناهوش؟ احنا كنا قلنا كده 1 2 3 قلنا كده، وقلنا كل الحاجات. الكيتو فلوت. طيب اول حاجه امساك واسهال قلناها، امساك واسهال ووقع الشعر. الكيتو رش قلناه. ممكن يجي لك نفس كريه قلناه. اضطراب النبض قلناه. ممكن يجي لك عياء. عياء. اي حد بيخش الكيتو اول اسبوع بيجي له عياء، تعب وخمول وكده وتعب. تعبان يا ماسيو، تعبان، نخسر بس تعبان. طب علاجه ايه؟ علاجه الخمول والتعب في الكيتو علاجه تشرب كوباية مية كبيرة وعليها معلقتين خل تفاح، وعليها معلقة ربع معلقة ملح الهيمالايا بليمونة. يبقى لو انت عندك خمول او فقدان طاقة اعمل دي. نقول تاني، المشروب الكيتوني ده اساسي عندنا، مش لعبة، اساسي عندنا. تجيب كوباية مية وتحط عليها خل تفاح وتحط شوية مية. يا ميسيو انا على باب الله يا ابني، انا على باب الله. طيب انا على باب الله ما عنديش خل تفاح دلوقتي بقى ب 300 جنيه في مصر و200 جنيه، يعني نوع ب 300 ونوع ب 200. الامريكي ب 300 والايطالي ب 200 والمصري ب 180. المهم انا ما عنديش خل تفاح، بسيطه. انا ابو السهوله، انا قدوة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كان في حجة الوداع. اي حد بيقول له حاجة يقول له ايه؟ افعل ولا حرج. ممكن تاخد كوباية مية بليمون وعليها شوية ملح، خلاص كانت زي الفل. اللي بعديه بقى عرض جامد جدا ومحدش اتكلم عليه. انت ممكن لازم يجيلك أرق في الكيتو وقلة نوم. ليه؟ الواحد بيبقى طاقة هايبر بقى، صح؟ أنا عندي جروبات وهقول لكم على السر دلوقتي. أنا بتابع الناس آلاف 24 ساعة، أقسم بالله. الناس بتقول لي إيه ده أنت ما بتنامش؟ أنا بنام. بس الكيتو هينامك إيه؟ الكيتو هينيمك تقريبا. الكيتو هينيمك من الساعة مثلا 12 تصحى الساعة 4 تلاقي نفسك عامل كده. تنام مثلا ساعة الظهر وتلاقي نفسك عامل كده. طاقة. لما تيجي اقسم بالله انا عمري ما عملت ضغط 20 مرة مثلا، ما كنتش بعرف. بس بعد الكيتو بقت بعدي الرقم ده بفضل الله. البلانك انا كنت بعمل مثلا 60 ثانية، اقل من 60 ثانية، دلوقتي ممكن اعمل 5 دقايق. فالكيتو ملك الطاقة.
طيب انت ممكن يجيلك ارق في الكيتو. لو عندك ارق في الكيتو بقى تعمل ايه؟ خد بقى بالك من اخوك خبير الكيتو ال6 سنين، معالجة الاف بفضل الله. لو عندك ارق في الكيتو فانت محتاج تاخد مغنيسيوم بلس 400. جيب نوع محترم، نوع محترم. مغنيسيوم، ما تجيبش ستريت، ستريت ده تعبان، لا ده ستريت اللي حلو. مغنيسيوم بلس 400 في مصر موجود، او جيب اي بي ماك موجود في مصر. خد قرص كيسين وخده. طب ما عنديش مغنيسيوم، بسيطه يا عم، انا بتاع الراجل الغلابه. انا قلت لك النهارده هتخس، معاك فلوس هتخس، معاكش فلوس هتخس. وانا مش بمل من حد، كلمنا 24 ساعه هرد عليك بفضل الله، بس ادعي لنا بس. طيب لو انت عندك ارق تعمل ايه؟ جيب شويه لب ابيض ب5 جنيه وكل خضار كتير جدا واشرب بابونج بابونج. خلاص. ما تنساش ان الكيتو معايا انا مجهود خاص، والكيتو معانا فيه حاجات كده محدش بيعملها تاني، زي حبة البركة. خد حبة البركة مضادات أكسدة وبتشفي من كل ده على الشاي. استخدم الحبق، المية بليمون بتخسس. القسط الهندي، احنا عاملين باكج كده، حاجات كده بتخسس، بتضيع تكاسل المبيض، بتضيع من العلامات الحلوه في الكيتو ان انت الضغط بتاعك يتظبط، السكر بتاعك يتظبط. انا ما خسيتش، بس انا بقيس الضغط بتاعي بعد الكيتو بلاقي الضغط بتاعي 80 على 120، 80 على 120، 80 على 120. ايه ده؟ ايه ده؟ انت كيتو، انت خفيت. بقيس السكر لقيت السكر 105 110. ايه ده؟ ايه ده؟ انت كيتو يا حبيبي. من علامات الكيتو يعني الشفاء من الامراض كلها بفضل الله. لو انت مشيت كيتو كوم الفو زي ما الفرنساويين بيقولوا، مش هتلاقي عندك امراض خالص ان شاء الله. بس هو الكيتو مش بيعمل حاجه واحده بس، مش بيخلي الواحد يبقى معاه فلوس كتير. خلاص. بس هو على المدى الطويل بيوفر لك عيش، بيوفر لك زيوت، بيوفر لك شوكولاتات، بيبسيات، شيبسيات، يعني حاجات كده حلوه. يا رب الحلقه دي تفيدكم يا رب، وان شاء الله لو فادتكم اكتب لي كده جزاء، ما تعمليش حاجه، اعمل لي لايك واكتب لي جزاك الله خير تحت الفيديو بس. واي حد عايز يخس ان شاء الله احنا نبدا جروب جديد من شهر 6، هيقعد معانا شهرين، 6 و7، 6 7 كله يخلص 1/8. لو عايز تنضم كلمني وانا ان شاء الله اضيفك فورا. سلام عليكم. وزي ما انا قلت، معاك فلوس هتخس، معاكش فلوس برضه هتخس. سلام عليكم. حلو اسناني دي والله، معجون سنان سيجنال بس وسواك.